السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. دايما فقرة السؤال والجواب المتربصاتي ولا لأي وحدة مبتدئة ما تعرفش كيفاش تفصل هذا الفصال البنات. بالنسبة للمتربصة تاعي سألتني على الموديل اللي حطيته لكم في الصورة باش تعرفوا الفصالة تاعه. اول حاجه رسمت الباترون تاعي العادي، بيان سور راح نرسمه بالقياسات المضبوطه تاع الزبونه تاعي، ولا بغيت نخيط لروحي ندير القياسات تاعي. المهم الباترون يكون بنفس القياسات تاع اللي باغي نخيط لها. صاي مفهوم؟ درت رقبه الامام ورقبه الخلف، قلعت 8 سنتيمتر. نديرو النقطه تاعنا هنا العاديه. رسمت الباترون، هبط بالتركيز، درت محيط الصدر، هبط بطول الحزام. صح هاد الصوالح مناش نهضروا عليهم. حنا الهضره نهضروا عليها على في الجزء الاول تاع الباترون تاعنا. هنايا درت الكتف تاعي. هنايا عرض الكتفين على 2. درت الكتف تاعي هنايا هبط ب3 سنتيمتر، وعينت الكتف تاعي. رسمت حردة الابط طاحت لي هنايا. هنا البنات هذا باترون من الاحسن للمبتدئات. هذا الموديل خدموه في الباترون قبل، خدموه في الكارد كما نقولوا حنا قبل ما تخدموه في القماش، بيسك علاه في القماش غادي يغبنكم شويه. صاي القصه اللي راها عندي في الموديل راها تشمل النقطه تاع حردة الابط ونقطه بدايه الكتف. صاي هنا راه عندي قصه مستقيمه. درت انايا جيت قبضت المسطره واتصلت ما بين نقطه حردة الابط ونقطه بدايه الكتف. رسمت خط مستقيم. هذا الخط المستقيم دروك انا شا غادي ندير البنات؟ غادي نحسب هنا الكتف شحال عندي. عفوا على صوت التلفزيون. هنا غادي نحسب الكتف تاعي شحال عندي. هنا راه عندي تقريبا بالتقريب 2.5 سنتيمتر. هنا القياس راه مصغر عندي. شا قلنا؟ عندي الكتف غادي نحتاج هذا القياس. الكتف 2.5 سنتيمتر. نكتبه نوخرها بجيه. شا غادي ندير البنات؟ نجي نقص الباترون تاعي. دروك هنا مانيش نحوس على الامام ومانيش نحوس على الخلف. من بعد كي نجي في القماش ندير الرقبات ونكمل مع. شوفوا طريقة قص الباترون، البنات. شوفوا، ما قصيت الكتف، ما قصيت حردة الابط، روحت ديركت قصيت عرض الكتفين على 2. هذا الخط كي جيت عند نقطة بداية الكتفين كملت قصيت هذا الخط المستقيم اللي راني دايرته، يشمل نقطة بداية الكتف ونقطة حردة الابط. نكمل الباترون تاعي. بالمثال هذا هو الباترون تاعي. كما وريتكم البنات جيت هنايا قصيت القصه الخط المائل المستقيم اللي يشمل حردة الابط ويشمل بدايه نقطه بدايه الكتف. قصيت الباترون تاعي غادي نحطه بجيه. شا غادي نجي ندير؟ غادي نجي نرسم باترون الكم تاعي البنات. باترون الكم تاعي المستطيل اللي نحتاجه شتا فيه عرض التركيز دائما كما قريناه. التركيز تاني بالقياسات البنات المضبوطه. صاي درت المسافه تاع 13 سنتيم هذه. رسمت الخط المائل اللي يشمل هذا النقطه تاع 13 سنتيمتر وبدايه الكم. رسمت خط مستقيم وخرجت هنا ب2 سنتيمتر. قسمت المسافه على 2 ثم على 4. خرجت بهذا ب2 سنتيمتر ودخلت ب2 سنتيمتر ورسمت المنحنى تاعي الخارجي والداخلي باش نتحصل على حردة الكم البنات. درت الطول الكلي اللي نحتاجه. رسمت دوران المعصم. زدت حق الكفه تاعي اللي هي هذه. رسمت المنحنى تاع الكم تاعي اللي نحتاجه. صاي شا غادي نجي ندير البنات؟ غادي نجي نحط الباترون تاعي. اول حاجه
اول حاجه اللي نديرها قبل ما نرسم الباترون تاعي تاع الكم، غادي نخلي مسافه، غادي نخلي مسافه تاعش هذه المسافه تاع الكتف اللي حسبناها هنايا قبل ما نقصو وكتبناها هنايا. صاي هنا غادي نخلي هذا المسافه ومن بعد عاد نرسم الباترون. مثلا انا هذه المسافه 2.5 سنتيمتر طاحت لي هنايا. صاي البنات هنا اش غادي نجي ندير؟ غادي نجي بهذه الطريقه، راكم تشوفوا البنات هنا من راه رسم مصغر ما طاحليش بالسيستم اللي راني باغيته هنايا. هنا في الباترون تاعي غادي نبعد على الرسم التخطيطي تاع حردة الكم ونرسم الخط المائل اللي يربط بداية الكتف مع حردة الابط، ولا مع نقطة 13 سنتيم، ولا مع نقطة بداية نقطة الابط اللي يبدا منها الكم ويبدا منها الباترون. صاي البنات غادي يطيح لي الباترون تاعي بهذه الطريقه. شوفوا البنات هنا نوضح لكم حاجه، تالموا القياسات تاعي ماهيش مضبوطه، طاح لي بهذه الطريقه. صاي اذا راح تلقوا فيه زياده البنات، اذا راح تلقوا فيه زياده حاولوا تنقصوا من حردة الابط من هذه المسافه لهذه المسافه بهذه الطريقه. ها اذا لقيتوا في حاله ما اذا لقيتوا فيه الزياده بهذه الطريقه ونرسم الكم تاعي. صاي هنا راه واضح الفيديو وواضح الشرح ان شاء الله بربي تعم الفائده والبنات كامل يستفادوا من هذا البنات من هذا الباترون ومن هذا الشرح التفصيلي. شرحته بذمه وضمير وشرحته بالتفصيل الممل ان شاء الله. ما عنديش لو كان ما عنديش هذا الموديل، لو كان عندي هذا الموديل نحطها لكم فيديو تطبيقي، لكن حاليا ما عنديش لا دوموند على هذا الموديل. صاي البنات ان شاء الله تستفادوا وان شاء الله تطبقوا وتنعتوا لي وتبحثوا لي الصور وتنعتوا لي واش درتوا في القياسات تاعكم. صاي البنات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.